خلي بالك يا صاحبي لو انت لسه بادئ تستخدم تطبيق ثريدز اللي لسه نازل من شركة ميتا بتاع مارك زوكربيرج. الناس كلها فرحانه وعماله تعمل حاجات غريبه قوي بالتطبيق ده. طب استنى كده وشوف التطبيق ده بيعمل ايه، بيسوي ايه، ولا هو كله عشان اي حاجه جديده كله زايد فيها. لكن انت تتخيل ان في 8 ساعات بس 8 ساعات كده يعني بقى 10 مليون مستخدم في 8 ساعات من ساعه اطلاق التطبيق، وفي اقل من 48 ساعه اتكتب 95 مليون ثريد وعمل 190 مليون واحد لايك اعجاب. وال 48 ساعه دول كان فيهم 30 مليون مستخدم بس، ال 30 مليون مستخدم دول عملوا 190 مليون لايك، كل ده في اقل من 48 ساعه. وقت ما بكلمك دلوقتي في خلال ثالث يوم بس من اطلاق التطبيق ده تخطى ال 100 مليون مستخدم. في ايه يا جماعه؟ ففي حاجات مهمه جدا لازم تعرفها عن الحوار ده، وانا بقول لك احذر ما تستخدمش التطبيق ده. يعني اتفرج الاول على الفيديو ده وشوف انت بقى قرر عايز تستخدم التطبيق ولا لا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد مع اخوكم محمد عمر. زي ما احنا عارفين شركه ميتا اطلقت تطبيق ثريدز، لا يخفى على حد من الكوكب دلوقتي الحوار ده، وهو تطبيق بيقلد فكره تويتر وبدأ ذي بدء كده. احنا عارفين دلوقتي ان ايلون ماسك صاحب تويتر رفع قضيه رسميه دلوقتي على مارك زوكربيرج، وبيقول على شركه ميتا ان هي انتهكت الحقوق الملكيه الفكريه بتاعت شركه تويتر، وهي دلوقتي هيبقى في سجال في قواضي وبتاع عشان يحاول يقفل له تطبيق ثريدز ده. وقبل ما اقول لك على مخاطر تطبيق ثريدز، تعالوا بينا بس نعرف بعض الاختلافات البسيطه بين ثريدز وتويتر. واول اختلاف هو ان تطبيق ثريدز الجديد ده بيسمح ليك ان انت تكتب 500 حرف في التويته الواحده، ما اسمهاش تويته بقى، في الثريد الواحده. اما تطبيق تويتر بيخليك تكتب 280 حرف بس مجاني، يا اما لو عايز تزود بقى هتدفع. فانت عندك هنا 500 حرف مقابل 280 حرف. الاعلانات، في حرب بقى في الاعلانات دلوقتي بين الشركتين. شركه ثريدز بقى، شركه ميتا يعني، بتقول ان ثريدز مش هيدعم الاعلانات قبل ما يوصل لمليار مستخدم، وعايز ابشرك ان هم كلهم يوم او اتنين وهتلاقي التطبيق وصل لمليار مستخدم. يعني بينمو بطريقه فظيعه، في خلال 3-4 ايام تخطى ال 100 مليون مستخدم، وده حاجه مرعبه جدا. الناس وصلت لكده ازاي؟ ولكن زي ما احنا عارفين ان تويتر بيحتوي على بعض المحتوى بين الاعلانات. في تطبيق ثريدز بقى عشان تقدر تحذف حسابك اللي انت عملته هتضطر تحذف الاكونت بتاعك او حسابك على انستجرام، لان زي ما احنا عارفين عشان تسجل الدخول او تعمل حساب على ثريدز لازم بتخش من خلال الانستجرام بتاعك. فانت لو عايز تحذف التطبيق بتاع ثريدز ده هتضطر تحذف حساب انستجرام بتاعك. لكن تويتر مش متعلق بحاجه، هو تحذفه عادي مفيش اي مشكله. ولكن الموضوع ده ليه حل. انت ممكن لو انت عملت دلوقتي اكونت على ثريدز ولقيته ان هو حاجه هبله او مش مستاهله ان انت تخش تضيع عليها وقتك، ممكن تعمل بقى ايه، دي اكتيف للاكونت وتسيبه وتستخدم انستجرام عادي مفيش اي مشكله. والاختلاف المهم جدا يا جماعه، تطبيق ثريدز لا يحتوي على هاشتاج، مفيش فيه ترندات، مفيش فيه اي حوارات من الحوارات دي حاليا دلوقتي، بس عشان ينافس تويتر. ولكن تويتر هو قايم على الهاشتاجات وعلى الحوارات الهبله والترندات والكلام ده كله. زي ما احنا عارفين انت بتخش اصلا على تبويب متكامل او تبويب لوحده عشان تخش تشوف الترند. اصلا الحوار ده خطر جدا عليك، بيسحلك كتير جدا. في ناس بتخش على التطبيق تروح دايسه على الترند عشان تشوف الترندات دلوقتي ايه، وتبدا تدوس على الترند وتخش تتسحل معاه. قلب بقى، عيب عليك. طيب دي الاختلافات بين تويتر وثريدز. دلوقتي نقول لك مخاطر الثريدز بقى، مخاطر شركه ميتا اصلا عامه، الجحود اللي هم عاملينه. زي ما احنا عارفين ان هم قعدوا في قواضي كتير في مجلس الشيوخ الامريكي بسبب انتهاك الخصوصيه بتاعه المستخدمين، وان هم بيسربوا بيانات ملايين المستخدمين، وان هم بيبيعوا بياناتهم. قواضي كتير جدا مرفوعه على مارك زوكربيرج وعلى شركه ميتا بسبب الحوارات دي كلها. فتطبيق ثريدز هنا بيجمع عنك عدد مهول من المعلومات اللي انت اصلا ما تعرفهاش عن نفسك. فثريدز ده تطبيق كده ما هو الا للتجسس وسرقه البيانات منك من مارك زوكربيرج باشا وشركه ميتا. اول حاجه تطبيق ثريدز بيجمع بياناتك الصحيه وبيجمع بياناتك الماليه، بدون دخول في تفاصيل، لان التفاصيل او الصراحه لسه مش عارفينها بيجمع البيانات الماليه ازاي يعني. طبعا بجانب موقعك الجغرافي الدقيق جدا، هو دلوقتي عارف انت قاعد فين تحديدا، النقط بتاعتك مفيش 2-3 متر، عارف انت فين فعلا. السجل بتاع التصفح بتاعك، كل اللي انت بتتصفحه وبتخش عليه يمين وشمال، في كل حاجه هو عارفها. جهات الاتصال بتاعتك كلها معروفه عنده. تخيل انت ارقامك كلها اللي موجوده على الاكونتات بتاعتك واللي موجوده في التليفون بتاعك تطبيق ثريدز عارفها يا باشا، مخزنها عنده. سجل البحث بتاعك، السيرش بتاعك، مش سجل التصفح بس، كمان سجل السيرش اللي انت بتعمله
كل ده محفوظ عليه. وكمان الملفات المخزنه في الهاتف بتاعك، يعني انت اي حاجه موجوده على الهاتف بتاعتك هو على علم وعلى درايه بيها ويقدر ياكسس عليها. ومش بس كده، كمان ممكن ياخدها يحتفظ بيها. والرسائل بتاعتك ببساطه يا جماعه، كل حاجه في الهاتف بتاعك مفيش فيه اي خصوصيه، كل حاجه موجوده على الهاتف بتاعك موجوده على ثريدز. شركه ميتا يعني نزلت التطبيق ده كارثه على الناس، ان ده بلع الناس لسه مش فاهمه اي حاجه، كله زايد في الترند. في تطبيق جديد كلنا بقى نخش نزيط عليه، لكن ايه مخاطره؟ طب ما تستنى كده تشوف هو بيعمل ايه، بيجمع عنك بيانات ايه. ليه 100 مليون مستخدم في 3 ايام يا جماعه؟ ليه يعني في خلال كام يوم هيوصل مليار مستخدم؟ انتوا متخيلين؟ الناس ما عندهاش اي وعي، كله بيعمل اي حاجه وخلاص. انا واحد من الناس لما اعرف ان هو بيجمع عني كل الحاجات دي كلها مستحيل هنزله. هعمل بيه ايه اصلا؟ تطبيق اهبل يا جماعه والله. والحوار ده كله بقى من اجل ايه؟ يعني اللي بيقولوه يعني من اجل انشاء ملف تعريف للانشطه الرقميه والله للمستخدمين. يعني طب انت محدش قال لك اجمع البيانات دي كلها عني؟ مش عايزك تعرف كل ده عني، ده انت بجح قوي يا اخي. فنتمنى الصراحه، يعني هو تطبيق كارثه زي بكل المقاييس. انت شايف دلوقتي مدى الخطوره بتاعت التطبيق ده على التليفون بتاعك. في مستخدمين كتير جدا نزلته وناس مشهوره، ولما شافت مدى التفاعل والزيطه والحوارات دي، على فكره التطبيق ده نازل عشان حاجه واحده، مش عشان يفيدك في اي حاجه، عشان يسرق بياناتك اول حاجه، وتاني حاجه للمنافسه. مارك زوكربيرج بيتخانق مع ايلون ماسك. طب احنا مالنا ومال الحوارات دي؟ انت بتخش في خناقه انت مالكش دعوه بيها ليه؟ انت راجل قاعد في العالم العربي، مالك ومال الاثنين دول؟ فهو التطبيق ده عشان يضرب تطبيق تويتر. وزي ما احنا عارفين الاسبوع اللي فات كان المفروض في بينهم وبين بعض منازله في حلبة UFC تقريبا، صح كده؟ UFC يعني في مصارعه بينهم وبين بعض، هيتقاتلوا مع بعض حرفيا فعلا. ولكن قبل ما يعملوا كده على ارض الواقع فبيحاربوا بعض عن طريق التطبيقات، وعلى حساب حضرتك، على حساب وقتك، وعلى حساب بياناتك، وعلى حساب كل حاجه. حرب خسرانه، انت مالك ومالها؟ مالكش فيها. ففي ناس كتير جدا من المشاهير لما دخلت وفي خلال يوم واثنين وثلاثه لقت الاف، وفي ناس عدت المليون والاثنين والثلاثه في الثلاث ايام دول، فخافوا جدا حذفوا التطبيق. طب انا في ناس ادركت كده، في ناس بتفهم انا اخش في حرب مش بتاعتي ليه؟ اجيب مستخدميني واقول لهم تعالوا روحوا على تطبيق ثريدز تابعوني هناك ليه؟ ببيعهم ليه؟ ببيع بياناتهم الشخصيه ليه؟ انا مش كسبان حاجه اصلا. فلازم يا جماعه نوعى ونعرف كل حاجه ايه اللي داير. ده تطبيق اهبل وان شاء الله يتقفل، يعني بالبيانات اللي هو بيجمعها المستخدمين ومش عارف الكلام ده كله. يا ريت يترفع عليه قواضي كتير في الكونجرس الامريكي زي ما حصل مع شركه ميتا، والناس تبدا بقى تبلغ عنه. وما ينفعش انت تعمل كده في المستخدمين. فنصيحه لكل اخواتي اللي بيشوفوني، لو سمحت امسح تطبيق ثريدز. مش بقول لك كده بقوم لي عليك انت تعمل ايه، براحتك، بس انت عرفت مخاطره. انا مش هنزله اصلا، انا ما نزلتوش اصلا ومش هنزله، مش هيعود عليا بالنفع في اي حاجه. تطبيق داخل يحارب تطبيق تاني، انا ماليش علاقه. بس كده، دي كل حاجه الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ودلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله. شوف الفيديو اللي هظهر لك هنا.